إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. حل الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الجمعة بأرض الوطن للتحضير للتربص القادم للمنتخب الوطني، والذي تتخلله مباراتان وديتان ضد غينيا ونيجيريا. وأبدى بلماضي في تصريحات إعلامية لحظة وصوله لمطار هواري بومدين تخوفه من الإصابات التي قد تلحق بالعناصر الوطنية في آخر مبارياتهم بمختلف البطولات قبل دخولهم التربص، مشيرا أنه سيلتقي بالمجموعة يوم الاثنين المقبل. وأضاف بالماضي: لم نلتقي منذ شهر جوان الماضي، مع بداية هذا الموسم سنبدأ بمباراتين تحضيريتين. عملت مع رئيس الفاف الجديد جهيد تزفيزف لمدة 6 أشهر، وكل شيء على ما يرام ولا توجد أي مشكلة. للإشارة سيعقد يوم الأحد الناخب بالماضي ندوة صحفية لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، ويستعد المنتخب الجزائري لخوض معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولية المقبلة في سبتمبر الجاري، حيث يلعب مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا يومي 22 و 27 من شهر سبتمبر.